بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي نعمل QR كود في الوورد والاكسل والباوربوينت، بحيث انك لو عايز تحط لينك موقع من خلال QR كود او لينك PDF او لينك فايل انت محمله على النت من خلال QR كود في الوورد او الاكسل، في الوورد او الاكسل او الباوربوينت. ففي الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي نعمل كده، فيلا بينا. اول حاجة هتيجي هنا عند insert، يعني انا فتحت الوورد هجرب على الوورد الاول، واللي هنطبق على برنامج الوورد هنطبق على الباوربوينت والاكسل. هدخل هنا على insert، اضغط هنا على get added، هيفتح معايا النافذة دي. هاجي هنا في البحث هكتب QR واضغط enter، هيجيب معايا كذا تطبيق. هشوف اعلى تقييم تقريبا ده اللي هو QR for office، وهضغط added. بعد كده هضغط continue. كده هو اتضاف معايا في البرنامج الوورد. هنا بتحط اللينك بتاع الصفحة اللي انت عايز تعمل لها QR كود او الملف اللي انت عايز تعمل له QR كود. بعد كده بتضغط insert، هتلاقي ال QR كود ظهر معاك هنا في صفحة الوورد. هروح انا هنا هاخد مثلا رابط القناة بتاعتي، هشوف الامتداد بتاعي هنا HTTPS، فانا في الوورد هختار نفس الامتداد ده. هختار هنا CTRL C، هروح في الوورد هختار امتداد HTTPS. بعد كده هحط اللينك بتاعي هنا، هلاقي مباشرة ال QR كود بتاعي اتعمل. هضغط insert، هينزل معايا هنا في الصفحة بتاعتي. لو عايز اكبره، انت في انك هنا تختار الحجم بتاعه، تكبر يعني فيه او تصغر، وهنا تختار الالوان، عايزه مش عايزه يكون اسود تختار اللون بتاعه مثلا اي لون تاني، هتلاقيه اتغير معاك. وممكن برضو تكبر هنا من الوورد نفسه. طيب انا دلوقتي مثلا هحط لينك يعني ملف PDF او ملف اكسل، ففي الحالة دي لازم اكون رافع الملف بتاعي على ون درايف. فانا مثلا عملت مثال هنا او على اي حاجة يعني على النت بتفتح الملفات، فانا هفتح مثلا الملف ده ملف اكسل، هاخد اللينك بتاعه واروح في الوورد، برضو هنا مباشرة هلاقي الملف بتاعي، خليه باللون الاحمر عشان يبان عن التاني. هلاقي ال QR كود بتاعي اتعمل. انا هنا في الوورد هنزل عشان ما يجوش فوق بعض، واضغط insert، هلاقيه ظهر معايا هنا. ممكن اكبر برضو عادي فيه. كده انت ممكن تستخدم الوورد او الاكسل او الباوربوينت في انك تعمل QR كود لاي موقع، وبرضو تستخدمه في انك تحط QR كود لموقع في ملف وورد انت بتعمله او ملف اكسل او ملف باوربوينت. كده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.